من قناة أخبار متنوعة. السلام عليكم. لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات اليومية التي نقوم بنشرها على القناة. لم تكن كلمة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجمعة بمناسبة انعقاد القمة 19 لحركة عدم الانحياز الجارية يشغلها بالعاصمة الأوغندية كامبالا لتمر دون مهاجمة المغرب، ليأتي بذلك مضمون الكلمة منافيا للفلسفة التي تنبني عليها هذه الحركة. ودعا تبون في كلمته التي تلاها نيابة عنه الوزير الأول نادير العرباوي إلى دعم ما اسماه حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مضيفا كعادته أن الشعب الصحراوي سلبت منه أرضه وتنهب ثروته في تعارض مع القانون الدولي وفق تعبيره. ويبدو أن هذه السردية الجزائرية التي تعادي المغرب ووحدته الترابية لا تريد أن تفوت أي محفل دولي دون التحامل على الإنجازات الملموسة التي حققت الرباط على مستوى قضيتها الأولى المتعلقة بتدبير النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، في وقت استطاعت فيه المملكة إقناع عدد من دول العالم بجديتها ورؤيتها التي بلورتها في إطار مخطط الحكم الذاتي الذي طرحته كحل واقعي قبل حوالي 17 سنة.